الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غاية لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم جيت نحضر معكم طاجين معدنوسية بالدجاج. شوفوا بسم الله ما شاء الله، درته بلمسة عصرية ورافقته مع الزيتون خضر. طبق رئيسي كما تعرفوا رانا على الابواب ان شاء الله، شهر رمضان الكريم ربي يدخلها علينا وعليكم بالصحة والهنا ان شاء الله. وماذا بيا نشارك معكم هكا اطباق رئيسية اللي نحضروهم في هذا الشهر الفضيل. قعدوا معايا حبيباتي، ما تنسونيش غير بالجيم والكومنتير شباب كيما نتوما، وقعدوا معايا ونشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا تاع اليوم. نبدو بسم الله على بركه الله. هنا كما راكم تشوفوا جبت الكوكوطه، درت فيها شويه تاع الزيت ودرت عليها نص صدر تاع الدجاج، زدت عليها حبه تاع بصل تكون مقطعه ولا مربيه لكم الاختيار، ونزيد هنايا التوابل اللي هما شويه تاع الحرور، وندير مغرف معمره مليح تاع سكينجبير كما تعرفوا الدجاج يبغي سكينجبير، ونزيد لها شويه تاع الزعفران ولا كان الكركم من احسن ديروا الكركم، نزيد لها شويه تاع الملح كيما نديروا طاجين تاع الزيتون نفس المقادير. هنايا نخلط هذوك المكونات هكا في رحبه باش هذاك الدجاج يتنسمي بهذوك التوابل. هنا بعد ما خلطته كيما راكم تشوفوا، هنايا نديرها على النار ونخليه يتقلى حتى لهداك الدجاج تاعي يتقلى غايه. كي نشوفوه صايب بدا يدخل له الطياب، هنايا نوخره ونبدا نمرقه بالماء. هنايا نمرق قيس ما يتغطى هداك الدجاج تاعي، ما نكثروش بزاف الماء كيما راكم تشوفوا، قيس ما تغطى هداك الدجاج صاي يحبس. هنايا نخلط هداك الدجاج مع هذوك التوابل، ومن بعد نبلع على هذيك الكوكوطه ونخليها يطيب. وهنايا بعد ما صايطاب لي هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا، تحصلت على هذيك المرقه العاقده. شوفوا بسم الله ما شاء الله جات شابه. هنايا قلعت هذاك الدجاج، صفيت هذاك الدجاج من هذيك المرقه، ومن بعد فتت كاع هذاك الدجاج بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، ونروح ندير هذاك الخليط اللي غادي نخلطه مع هذاك الدجاج. هنايا درت وحده علبه تاع الشاف. هنايا شوفوا تقدروا ديروا وحده ياغور ناتور مع كاس حليب، ولا من الاحسن ديروا وحده تاع الشاف، باسكو كيما تعرفوا الفرماج مدبنا شابه. ديروا وحده تاع الشاف مع كاس تاع حليب، شويه تاع الحرور، شويه تاع الملح. نفرغ هذاك الخليط على هذاك الدجاج ونزيد له 3 حبات تاع بيض. وهنايا ندير كميه مليحه تاع المعدنوس. شوفوا انا كاع هكا وما كثرتش المعدنوس. كما تعرفوا هذا الطبق سموه المعدنوسيه، سما يجي فيه بزاف المعدنوس. انا على جال خاصه لولدي ما يبغيش بزاف المعدنوس، كما تعرفوا الصغار ما يبغوش الحشيش. انايا زدت له شويه تاع المعدنوس كما قلت لكم، ما درت كميه كبيره، ودرت له شويه تاع الحرور شويه تاع الملح، ونبدا نخلط في هذاك الخليط غايه غير بالمغرف كما راكم تشوفوا وخلطته. وهذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه. هنايا جبت هذا المول تاع السيليكون، نتوما استعملوا اي مول تبغوا، تقدروا ديروا في المول تاع المسكوتشو، تقدروا ديروا في المول الاسطوري، المهم كيما تبغوا. انا استعملت هذا المول كيما هكا، هادو تاع السيليكون، كنت دهنتهم بشويه تاع الزيت وبديت نفرغ هذاك الخليط تاعي في هذوك لي مول، ومن بعد دخلته يطيب. نشعل عليه من تحت كي نشوفه صايب بدا يتحمر لي ويطلع. نسيت باش نقول لكم هنا في الخليط كنت درت شويه تاع لا لوفور شيميك باش هذاك البيض تاعنا يجي خفيف. هنا كما قلت لكم نشعلت عليه من تحت خليته يطيب، ومن بعد كي تشوفوه بدا يطلع نشعل عليه من الفوق ونخليه شويه يتحمر. هذيك المرقه تاعي كنت درت لها الزيتون، كنت غليت ما قبل شويه تاع الزيتون درتها على هذيك المرقه، وزدت له شويه تاع المعدنوس وخليته يغلي. وهنايا بعد ما طاب شوفوا بسم الله ما شاء الله، كنت زينته بهذوك الوريقات تاع البطاطا مقليه، وزينته بوريقات تاع المعدنوس. شوفوا بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله حبيباتي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، والى عجبتكم ما تنسونيش بالجيم والكومنتير شباب كيما نتوما. نتلاقوا في وصفات اخرى ان شاء الله.